مقتل الممثل اليمني بشار الإدريسي بطل مسلسل قرية الشيخ بطاش، فماذا وقع بالضبط؟ وكيف علق زميله الجاني على الحادثة؟ في حادث مأساوي ومفجع، لقي الشاب اليمني العشريني بشار الإدريسي مصرعه أثناء تصوير مشهد تمثيلي في منطقة بني مدسم بمحافظة إب وسط اليمن. فبينما كان بشار الإدريسي مركزا على أخذ دوره في التمثيل كما خطط له مسبقا، وقع ما لم يكن في الحسبان بعدما قام زميله يونس علي الحيدري بإطلاق النار عليه بواسطة سلاح كلاشنيكوف بدون سابق إنذار. فكيف علق الأخير على الحادثة؟ كان الفقيد يمثل دور الشيخ بالمسلسل الذي وصل للحلقة 29، وكان مقررا أن يتوفى في الحلقة 20، لكن ما لم يكن يعلم أن المشهد التمثيلي سيصبح للأسف حقيقة بعدما أطلق عليه زميله النار ظنا منه أن بندقية الكلاشنيكوف فارغة. وعلى الفور سلم الجاني نفسه لعائلة الفقيد، وأكد لهم أنه لم يكن ينوي قتله، وأن ما وقع سبب له حزن وفراغ كبيرين بقلبه، حيث كان يمني للنفس احتراف التمثيل في اليمن سويا، لكن قدر الله وما شاء فعل. وقررت بعدها عائلة الإدريسي العفو عنه، وتم تشييع جنازة الفقيد وسط أجواء مهيبة وبحضور زميله الذي تسبب بوفاته. نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوى.